قال لك ان في موظفين بتاخد فلوس جوه نادي الزمالك وهم مش موجودين. قال لك ان عقد امام عاشور مش موجود، وكل يوم بيكتشفوا بلاوي. معقوله مرتضى منصور خرج بصفقه مقابل ان محدش هيفتش وراك؟ السلام عليكم اخواتي وحبايبي. النهارده انا جاي اقول لكم حاجه. اللي بيحصل جوه نادي الزمالك ده محدش ممكن يصدقه. الطبيعي ان في لجنه ثلاثيه موجوده جوه نادي الزمالك. انا كراجل مشجع زملكاوي خلاص عرفت اللجنه الثلاثيه بتدير، عرفت الناس هتحل المشاكل ازاي. بدانا نشوف تحسن جوه نادي الزمالك، بدات الامور تمشي زي ما جمهور الزمالك عايز. بدأ أحمد سيد زيزو يحس إن هيبقى فيه اهتمام بيه. بدأ الأستاذ حسن موسى رئيس اللجنة الثلاثية يبتدي الراجل يشوف شغله، وبدأ يطلع حاجات جمهور الزمالك ما كانش عارف عنها حاجة، وبدأت في حاجات تظهر الناس ما كانتش عارفة عنها حاجة غير المقربين من مجلس الإدارة السابق. قال لك إن في موظفين بتاخد فلوس جوه نادي الزمالك وهم مش موجودين. قال لك إن عقد إمام عاشور مش موجود، وكل يوم بيكتشفوا بلاوي. فده طبعا من الواضح مش على هوا السيد الوزير اشرف صبحي. ما هي ملهاش تاني ان النهارده يمشي رئيس اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك. فده شيء يتجنن اي حد ممكن يكون زملكاوي وبيشجع كيان زي كيان نادي الزمالك. احترموا عقول جمهور نادي الزمالك، قولوا للناس اسباب النهارده رحيل السيد حسن موسى ايه. يعني ازاي راجل يتم تعيينه وبعديها يمشي ب 10 ايام؟ هل مرتضى منصور لسه ليه كلمه في البلد دي؟ معقوله مرتضى منصور خرج بصفقه مقابل ان محدش هيفتش وراك؟ كل دي اسئله لازم جمهور نادي الزمالك يعرفها. وانا كمشجع كوره احب اشوف نادي الزمالك في حته كويسه. يعني انا كمشجع كوره ما احبش ان اشوف نادي الزمالك كل يوم بيتشلوا رئيس. مش لازم يا جماعه استقرار شويه لنادي الزمالك. ما صدقنا قلنا الحمد لله نجوم نادي الزمالك رجعت تاني، والنادي بقى لاصحابه، وبدات الدوله تتدخل لحل مشاكل نادي الزمالك، وفي انفراجه، واحمد سيد زيزو هيقعد وفتوح هيقعد. انا كاهلاوي ما يهمنيش خالص ان زيزو يمشي من الزمالك، لان انا عايز فريق قوي ينافس النادي الاهلي. ما هي الكوره مش احتكار للنادي الاهلي بس، او النادي الاهلي هيفضل هو الطب فالكوره المصريه هتفضل فوق. لا، طول ما الاهلي والزمالك عاليين الكوره المصريه في حته تانية. طبعا قلنا بفضل الله عز وجل الزمالك بدا خلاص يحل مشكله القيد، والكلام ده قلته لك قبل كده. الزمالك وصل لحل في قضيه شيكابالا مع سبورتنج لشبونه، والموضوع كله في خلال ساعات. وزي ما قلت لك قبل كده وانفردت ان نادي الزمالك هيحصل عنده انفراجه ومش هيبقى فيه وقف للقيد. ولو قدر الزمالك يعمل صفقتين قبل ما يقفلوا القيد، الزمالك قادر يجيب لعيبه. ولكن انا برضو ببص للامور بشكل مختلف. هل الزمالك فعلا في ناس بتحاربه عشان ما يقفش على رجله تاني؟ هل مرتضى منصور مش هيبتدي يشتغل بقى ان اشتراطات محدش يدور ورايا، محدش يحط اسم في جمله مفيده عشان خاطر الموضوع ما يبانش ان الزمالك بكره يقف على رجله؟ كل دي اسئله جمهور نادي الزمالك لازم يعرف اجابتها. طبعا النهارده احمد سيد زيزو خد عربيته وقام رمي الراجل رايح على نادي الزمالك عشان يشوف مستحقاته المتاخره، والناس هتبتدي تنكش معاه. ونحاول على قدر المستطاع الناس جوه نادي الزمالك تخلص الامور ان هو ما يروحش الشباب، لان العرض السعودي لسه قائم، ووالد احمد سيد زيزو بيزن عليه عشان يمشي. فوجئ ان رئيس النادي بيقال، او رئيس اللجنه الثلاثيه بيتم اقالته او مش موجود في النادي اساسا. غريبه قوي والله اللي بيحصل في نادي الزمالك. يعني شيء فعلا انا ابتدي اشك ان نظريه جمهور نادي الزمالك في ان بيحصل مؤامره على نادي الزمالك ده حقيقه. انما الاخ بقى اللي هيطلع يقول لي انت لابس تيشيرت النادي الاهلي وعامل نفسك اهلاوي وانت زملكاوي، عايز اقول لك يا حبيبي كيان نادي الزمالك من كيان النادي الاهلي. الاهلي والزمالك فرقتين طول عمرهم هم اساس الكوره في افريقيا كلها وفي العالم العربي كله. فانا من مصلحتي كاهلاوي ان نادي الزمالك يقف عشان يبقى عندي دوري قوي عشان احس بالمتعه. لكن انا لما اخد الدوري بفرق 15 16 نقطه، طب انا مستفيد ايه؟ انا بستمتع ازاي؟ مين المنافس بتاعي؟ وبس كده يا عمنا. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.